بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم الشيلات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم الشيلات عندنا هذا القماش تاع الكريب، عندي 2 متر غادي نخدم به كندوره تاع الطبقات. نشوف يعني غادي تجي ميدي شويه ان شاء الله. المهم هنا الشيلات باش نبدا نفصل. هنا ثنيت القماش على الطول كما كنتم تشوفوا، راه مثني على 4 على جهه الطول. هنا نقلعوا لا ليزيير باش تجينا تفصل شباب. هنايا راني قلعتها، شوفوا. ونبدا هنايا نفصل. هنايا ندو حق ليماش هو الاول. راني بديت نسقد في الكتان هنايا القماش تاعنا، ومن بعد نبدا نفصل. هنايا الشيلات المقصه هنايا راه حافيلي، اللي عندها كاش استيس ولا حاجه تقولي في التعليقات. المهم هنايا الشيلات اول حاجه نديها هي حق ليماش. هنايا ليماش غادي يجيو دومي ماش، نديرهم دومي ماش ديال 30 سنتيم، 30 سنتيم ونقص. واللي تبغيها طويله تشري 2 مترات ونص. انا شريت 2 مترات برك، وليماش ميدي. واللي تبغي بليماش وتبغيها طويله تشري 2 مترات ونص. المهم هنايا الشيلات ديت حق ليماش ديال 30، ومن بعد ديت حق الزدر. هنايا ديت 40 سنتيم غادي نفصل بها الزدر والظهر. نبداو نفصلو هنايا في الزدر تاعنا والظهر في رحبه. هنايا عندنا في الاكتاف عندي 20 سنتيم، نعاود نهود هنايا ب24. اما فتحة الرقبة هنايا خرجت 9 سنتيم، لانه هنايا خرجت ب2 سنتيم. هنايا غادي درت الرقبة 9 على وزدت هنايا فتحت درت 2 سنتيم، لانه غادي نزيد لها واحد الباندا هنايا باش نضيق الرقبة. بعد تشوفوا معايا الشيلات. اما الرقبة الخلفية تبقى هي درتها صغيرة ما كبرتهاش، درتها 3 على 8 سنتيم. هنا من الاحسن تفصلوهم وانت في القص، تفصلوهم وتقصوا. هنايا في الخصر في دوران الصدر خرجت 30، اما دوران الخصر 28. دخلت يعني دخلت ب2 سنتيم وطلعت هنايا 3 سنتيم. هو رسمت حردة الإبط هنايا دائما 3 سنتيم، نطلعوا بحردة الإبط حتى الأعلى، ونعاودوا نهودوا في الأكتاف 3 سنتيم. وهنايا الميلان نديرو 3 سنتيم، نديرو هذاك الميلان دائما باش ما تخرج لناش هابطة. نقصو هنايا، نقصوهم في رحبة الأمام مع الخلف، ومن بعد نفصلوهم ونفصلوا الأمام وحده والخلف وحده في الرقب. هنايا مقصه بني بزاف الشيلات اللي عندها كاش استيوس قلت لكم تقولي. المهم هنايا شوفوا نفصلوهم، عاودوا هنايا نثنوا الامام ولا الخلف، هيا نفصلوا كل واحد وحده خير. هنايا درت بالنسبه للخلف درت هنايا 8 على 3 سنتي. واللي تبغي تكبر الرقبه تكبرها، انايا صغرتها، واللي تبغي تكبرها تكبرها. نجيبوا الامام تاعنا نقصوا هنايا. قبل ما نقصوا هنايا الشيلات نخرجوا ب1 سنتيم في الدوران فيها دوران حردة الإبط الأمامية، دايما نخرجوا بهذاك 1 سنتيم ولا 1.5. نعيدو نقصوا الرقبة. هي ديري 9 ولا 10، ومن الجهة ديري 2. ومن بعد غادي نخدمو هذوك البانديت ونلصقوهم فيها. صاي هنايا راني كملنا الخلف وكملنا الأمام. بالنسبة للأمام هنايا راني كملناه. المهم هنايا الطبقة مازال القماش هنايا مثني على 4 من جهة الطول. ندو الطبقة الأولى ندو فيها 53 سنتيم، نقلوها على جهة. واللي تبقى لنا شيلات القطعة اللي تبقى لنا نسقلوها زين ونقسموها على 2 ونخدموا بها الطبقة الثالثة. يعني الطبقة الثالثة غادي تجي هادو 2 طبقات نثنوهم في رحبة ونتحصلوا على الطبقة الثانية. دوك نوريكم هنايا. شوفوا هنايا راني قسمتهم على 2
ونعاود نقرنهم بالخياطة حتى نتحصلوا على الطبقة الثانية. بعد نشوفوا نزيد نوريكم في جزء الخياطة. هذه هي القندورة، شوفوا كيفاش تخرج كيما هكا. في الطبقة الأولى نخرجوا ب10 سنتي، أما الطبقة الثانية هنايا غادي نخرجوا ب20 سنتي. هنايا غادي نقص هنايا ونعبروها من الأسفل، وشوفوا هنايا من الأسفل نخلوهاش هكاك. نعيدو هنايا الجهة السفلية نخرجوا ب5 سنتي، نطلعو هنايا ب5 سنتيم ونديرو خط حتى للوسط ونقصو باش ما يجيناش من تحت مايله. دوك نقصو ونوريكم. هنايا كنكونو كملنا التفصال، بقالنا دروك لي مونش. اما الطول هنايا الطول درت متر و38، جات ميدي شويه ماهيش طويله بزاف. اللي تبغي طول قلت لكم تشري 2.5، هنايا شريت 2 مترات. هنايا بالنسبه لحدة الايباد فيها 27، وندو حدة الايباد كيما هكا نقيسوها من بعد نفصلوكم. بالنسبه لكم ندو هنايا تركيز 24، نخرجوا ب 13 سنتيم ونديرو نقطه. هذيك الجهه نقسموها على 2، نعاودو نقسموها على 4. هنايا نديرو خط مستقيم ثم نقسموها على 2، نعاودو نقسموها على 4 ونخرجوا ب1 سنتيم من كل جهه، ونرسمو حرف اس تاعنا اللي مورفين نديروه في الكم. اما من الجهه هذه نديرو 20 سنتيم لانه الكمام قصار ماهمش طوال. نقصو هنايا، نقصو دائما نقصو هنايا من الجهه المغلوقه تاعكم. ان شاء الله تكون مفهومه. شريت كاش حاجه ما تفهموهاش قولوا لنا في التعليقات، ولا عجبكم الفيديو ضغطوا لنا على هذاك الجام ما تنساوناش. هنايا بالنسبه للبانديت هذوك اللي غادي نديرهم في الكول ولا في الصدر، هنايا ديت قطعه فيها 20 سنتيم عرض، ثنيتها على 2. الطول ما يهمش، الطول يطولوها من بعد غادي نقصو. المهم هنايا في العرض تاعها ديت هنايا فيها 20، هنايا 20 ولا 18. المهم هنايا نعاود هنايا غادي نحددهم نديرهم سورجي ونعاود نركبهم في القماش. بالنسبه للخلف هنايا الجهه الخلفيه غادي ندير لها هذا الطبطين تسفاج ولا نسفجها بهذا نفس القماش. درت هنايا 7 سنتيم وخرجت ب5 سنتيم من كل جهه. ساهل هذا الطبطين تاع الخلف. هنا فاني غادي هذه القطعه نسورجيها ونركبها في القماش. دوك نولكم في جزء الخياطه. هذا التفصال راهو توندونس ويمشي ان شاء الله. تشركتين تخيطوا في وحده كما هي. هنايا شوفوا الرقبه الخلفيه غادي تجي بهذا الشكل. نفوتوا لجزء الخياطه. بالنسبه لجزء الخياطه نبداو بالصوالح الصغار. هنايا نخيطوا لي مواش من هذه الجهه، نثنوا هنايا ثانيه 2 ونخيطوا. نخيط لي مواش في 2 نقلعهم على جهه باش نبدا نخيط في القندوره تاعي. وكي نجي نركبهم صاي نسيبهم مخيطين نركبهم وخلاص. وكل وحده وطريقتها. نزيد نكمل هنايا الماش الزاوج بالخياطه. فوالا نفصلهم هنايا ونقلعهم على جهه ونبدا نخيط في القندوره تاعنا. هنايا شوفوا هنايا راني حددت هذوك البانديت ودرت لهم سورجي. دروك نركبهم في الصدر تاعنا. شوفوا كيفاش نركبوهم. هنايا ركزوا مليح الشيرات. نديروهم بهذا الشكل، نحطهم بهذا الشكل ونعاودوا نبداو نخيطوا فيهم. هذا الموديل شباب وما يدي موديلش ننصحكم به. ومام القماش هذا راهو رخيص. الشيلات راه يدير 28 للمتر. اي وحده قادره تشري وتخيط على قندوره روحها. المهم انا خيطت هذيك الجهه ونزيد نخيط هذه الجهه ثاني.
هنايا شوفوا ديما نخلو 1 سنتيم، نزيدو نخيطو قد 1 سنتيم باش كي نقلبو غادي نقصو. هنايا دوك تشوفو نوريكم. هنايا نقلبوها، من الاحسن نقلبوها ونسقدوه زين هنايا. ومن الاحسن الشيلات هنايا نقصو قد 1 سنتيم من هذه الجهه ومن الجهه الاخرى باش في الخياطه تجينا متحوفه. راي اذن الاذان، الله اكبر الحق. هنايا نعاودو شوفو نقلبوها ونسقموها مليح. هنايا ركزوا مليح في الخياطه، هنايا فسقموها مليح قبل ما تخيطوا، باسكو هو الصدر هو الصح في القنطور. شوفوا هنايا نخيطوا على بعد 1 مليمتر. نخيطوا من هذه الجهه ومن الجهه الاخرين ثاني. شوف نزيدو نكملوا هنايا نخيطوا. من الاحسن ديروا لا كولير تاع الخيط من نفس القماش، من نفس الكولير تاع القماش عفوا. هنايا رانا كملنا الامام. شوفوا كي خرج معايا، يعني هنايا خرج متحوف الشيلات. نقصوا الزايد. انا زدت قصيت هنايا باش تجيني متحوفه. اي فوالا كملنا الامام، بقى لنا دروك نلصقوه مع الخلف. شوفوا كي خرج معايا. بقى لنا ثاني هنايا نسفجو الرقبه الخلفيه، نخيط من هذيك الجهه من هذه الجهه ونعاود نقلب ونخيطها. هنايا بغيت نوريكم واحد الخياطه. شوفوا هنايا قبل ما نخيط كاع نكملها، شوفوا نخيطوا واحد الخياطه شابه. شوفوا هنايا دخلوا هنايا وخيطوا من هذه الجهه، ونعاودوا نزيدوا خياطه واحده اخرى. هنايا نزيد نكملها ونوريها لكم. وهذا القماش كي تضلوا تخيطوا فيه الشيلات من الاحسن ما تتجبدوش، يعني خلوه على راحته وخيطوا، ما تتجبدوش كي تولوا تخيطوا فيه، لانه نوعا ما جاي شويه الاستيكي ماشي بزاف، حاجه قليله. المهم هذه هي الخلف تاعنا اللي كملناه. كملنا الامام كملنا الخلف، بقالنا دروك نقرنوهم في رحبه. هنايا نديرو الوجه للوجه ونخيطوا الكتاف. المهم انا نخيط الكتاف ونوريكم. فوالا شوفوا راني خيط الكتاف. خرجت بهذه الطريقه ونفوتوا الطبقه الاولى. شوفوا الطبقه الاولى غادي نوريكم كيفاش نخدموا الطيات فيها. هنايا شوفوا على بعد 8 سنتيم ندير طيه، كل بعد 8 سنتيم ندير طيه. ندير طيه تاع صغيره مش كبيره بزاف، ونروح بها كامل نخدم الطبقه الاولى بنفس الطريقه. هنايا شوفوا نكمل هنايا. نكمل هنايا ندير طيات كاع في الطبقه الاولى ونعاود نوريها لكم. شوفوا هنايا كيفاش خرجت، ونعاودو نجيبو هنايا الخلف ولا الامام نلصقوه فيها. هنايا نلصقو الخلف وبعد نزيدو نلصقو الامام. هنايا نديرو الوجه على الوجه ونخيطو هنايا. دوك هنايا نشوفو نخيط الخلف مع الخلف والامام مع الامام ونوريكم كيفاش خرجت. هذه لا كولير كلوفيت شابه شيلات نصحكم بها، مالغري يعني الاضاءه ما عطاتلهاش حقها. ماهيش غوز، كاين اللي تحسبها غوز، لا هذه كلوفيت
المهم هنايا شوفوا كما قلت لكم راني خيط الخلف مع الخلف والامام مع الامام. بقى لنا دروك نفوتوا للطبقه الثانيه نخدموها مع بعض. بالنسبه للطبقه الثانيه خبرتكم قلت لكم كاين زوج طبقات نقرنوهم مع بعض انه غادي تجي عريضه على الطبقه الاولى. زدنا فيها 20 سنتيمتر الطبقه الاولى. هنايا المهم ثاني نخدمو طيات كما خدمنا في الطبقه الاولى، نخدمو في هذه دائما على بعد 8 سنتيم ندير طبقه ونخيط. وكاين اللي تبغي دير غرزه كبيره وتجبد الخيط فاني قادره ديري هذيك الطريقه فاني سهله، مي انا بغيت نخدمها بهذه الطريقه. شوفوا هنا الشيرات بعد ما خيطت الطبقه الثانيه درت 3 طيات، دوك نلصقها مع الطبقه الاولى. وباش نلصقها مع الطبقه الاولى بلعت هنايا الجوانب بالخياطه، غلقتهم في زوج بالخياطه وعاودت هنايا لصقت فيهم الطبقه الثانيه. وكل وحده كيفاش طريقتها في الخياطه. نكمل هذه الجهه ونزيد نخيط ثاني الجهه الاخرى. ونعاود نجيب هنايا الطبقه الثانيه تاعنا وندير الوجه على الوجه ونبدا نخيط. هنايا نخيطها ندور عليها كاع كامل، نخيطها ونعاود نوريكم كيفاش نكملو. هيا شوفوا راني خيطت الطبقه الاولى والطبقه الثانيه، بقالنا دروك بقاو لنا ليمونش غادي نخيطهم بهذه الطريقه. شوفوا نخيطهم منا لهذه الجهات ونعاود نحدد المنتصف تاعهم، لخاطر غادي نجي ندير طيه صغيره في الكتف. هنا بالنسبه ليمونش غادي نركبهم من الجهه هذه، من هذه الجهه ماشي من جهه الكتاب، غادي نركبهم من هذه الجهه. كي تكون هي دايره العبارات تاعك نيشان غادي تركبيهم من الفوق ولا من الكتف ولا من الاسفل، يخرجوا لك غير كيف كيف. مي انايا مي راني باغي ندير الطيات في هذا الكتف خيطتهم بهذه الطريقه. هنايا نكمل هنايا نخيط، وكي نبغي نوصل للكتف ندير زوج طيات صغار في الكتف. هنايا راني وصلت للكتف ندير هنايا زوج طيات ولا 3 صغار بزاف ونكمل. هنايا نكمل نخيط انايا لي دو مونش بنفس الطريقه وندير عطفه ونحددها. دائما التحديد نوصيكم على التحديد هو يعطي لا فينيسيون تاع الخدمه، يعني كنت تفصلي حاجه وتخيطيها وما تحديهاش ما تبانش خدمتك. هنايا نزيد شوفوا هنايا قلبت وزدت كملت الخياطه تاع المونش. هنايا بعد ما كملتها بقى لي دروك شوفها كملت لي مونش، بقى لي ندير العطفه. هنايا ندير العطفه انايا ونحددها كما قلت لكم ونوريها لكم واجده. هذه هي القندوره تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون طريقتي في الشرح مفهومه، وان شاء الله تكون عجبتكم. وهذه القندوره بلا سلعه ننصحكم بها الشيرات وما ديموديش، ان شاء الله تنال اعجابكم. وجايه ميدي شويه، ما جايه طويله بزاف، اللي تبغي طويله بزاف تشري 2.5.